لو انت عندك طفل صغير في البيت، سواء ابنك بقى او اخوك الصغير، اكيد في الزمن اللي احنا فيه ده الطفل ده هيكون معاه موبايل، وفي الوقت ده لازم يكون في رقابه قويه جدا على الموبايل بتاع ابنك، علشان دلوقتي بقى يحصل اعلانات الالعاب والتطبيقات بتاعه السوشيال ميديا اللي ممكن ابنك يدخل عليها. الاعلانات دي بتكون بتستهدف الاطفال الصغيره وبتخلي في دماغهم كده توجهات غريبه جدا، فحرفيا لازم يكون في رقابه على الاطفال دي. بس انا شايف بصراحه ان مش من الطبيعي ان انت كل شويه تمسك موبايل ابنك او اخوك الصغير وتفتش فيه، عشان فعليا هو ممكن يعمل كل حاجه غلط من وراه. قبل ما تيجي تفتشه ممكن يمسح كل حاجه غلط هو بيعملها، وبعد ما تيجي تفتشه هو ممكن يعمل كل حاجه غلط ويمسحها قبل ما تيجي تفتش تاني. فحوارات التفتيش دي كلها كانت حوارات قديمه جدا. الحوار الجديد بقى هو ان انت تنزل تطبيق على موبايل ابنك. التطبيق ده هيديك نسخه كامله من اللي ابنك بيعمله على الموبايل بتاعه، هيكون معاك على الموبايل بتاعك على المتصفح او حتى كمان على اللابتوب او البي سي بتاعك. ففعليا انت هتشوف ابنك بيعمل ايه على كل منصات التواصل الاجتماعي، واتساب، فيسبوك، انستجرام، وكمان هتشوف المواقع اللي هو بيخش عليه ومين بيكلمه، وتقدر تقفشه بقى لو هو رايح الدروس وهو قال لك ان هو رايح الدرس وبعدين هو راح يقعد في البلاي ستيشن، فتقدر تراقبه برده من خلال اللوكيشن بتاع الموبايل. وكل ده هتقدر تعمله من خلال برنامج واحد، واسيب لك رابط تحميله في اول كومنت او في الديسكربشن. خش حمله دلوقتي حالا عشان انا هشرحه لك تفصيليا. فبصراحه مفيش تظبيط اكتر من كده، فزي ما انا مظبطك انت برضه لازم تظبطني وتنزل دلوقتي حالا تعمل سبسكرايب، تروح عليا كده بلايك، كومنت، فولو على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن، ويلا بينا نبدا على طول. قبل بس ما ابدا في شرح التطبيق ده، انا عايز اقول لك ان انا غير مسؤول تماما عن اي استخدام خاطئ للتطبيق ده. البرنامج ده معمول علشان تشوف طفلك بيعمل ايه على الموبايل بتاعه وتحميه من الحاجات اللي مش كويسه اللي منتشره الفتره الاخيره دي. فاي استخدام تاني انا ماليش اي دعوه تماما بيه. يلا بينا بقى نبدا بشرح التطبيق ده. اول ما تخش على اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن، فهيوجهك على الصفحه بتاعه الموقع بتاعه البرنامج ده. زي ما انت شايف كده بيقول لك ان انت هتقدر تمونيتور او يعني تتجسس او تراقب ابنك بيعمل ايه على سناب شات، انستجرام، واتساب، واتساب بزنس، فيسبوك، فيسبوك لايت، ماسنجر وماسنجر لايت، واللاين لايت، وتليجرام بقى، وفايبر، واي منصه تواصل اجتماعي انت عايز تراقب ابنك عليها هتلاقيها موجوده في البرنامج ده. ولو نزلت تحت كده شويه هتلاقي الموقع بتاع البرنامج بيقول لك ان انت هتقدر تشوف المسجز بتاعه الموبايل بتاع ابنك، هتشوف هو بيكلم مين، الكول هيستوري كلها هتكون معاك، الكونتاكتس والصور والفيديوهات كلها اللي موجوده على موبايل ابنك هيكون معاك نسخه كامله منها. سيبك بقى من كل المميزات دي، ازاي تحمل التطبيق ده؟ هتمسك موبايل ابنك اللي انت عايز تراقبه، وبعدين هتدخل على المتصفح وتكتب اللينك اللي ظاهر قدامك دلوقتي. حرفيا الموقع بتاع البرنامج اصلا عامل لك كل الخطوات، فانت هتتبعها بكل بساطه، هتلاقي التطبيق شغال معاك زي الفل. بس انا كمان عموما هشرح لك الخطوات دي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنخش على المتصفح ونكتب اللينك اللي ظاهر قدامك دلوقتي، هيوديك على الصفحه دي وبيقول لك سلايد رايت تو داونلود. هتعمل سلايد رايت برده زي ما انت شايف كده، وهتلاقي ان انت بتقدر تحمل البرنامج. طبعا هتضغط على داونلود اني واي، وبعد كده هنضغط على انستول، بعدين هتضغط على اوبن، هتفتح عادي خالص التطبيق. هتلاقيه بيوجهك بقى على الحته دي ان انت تتبع كل الخطوات، عايزك حرفيا تديله كل البرميشنز اللي هو عايزها. على فكره البرنامج امن جدا وانا شخصيا مجربه. هتلاقي واجهه البرنامج بسيطه جدا على فكره. هتضغط هنا على انستول عادي خالص، تمام، وهتستنى كده شويه. هو بيقول لك بليز كليك تو انستول ذا ابلكيشن اند فينيش ذا كونفيجريشن، تمام. هيوديك بقى هنا على الصفحه دي، هيقول لك ان انت لازم فعليا تتبع الخطوات دي بالظبط. هتضغط على كلمه سيتنجز، بعدين هتضغط على allow download from this form، تمام، عادي خالص، الدنيا كلها هتكون زي الفل. وبعدين هتضغط على اوكي، تمام. هيقول لك انستول، هتحمل البرنامج عادي خالص، الدنيا هتكون زي الفل فعلا. المهم بيقول لك ان انت اول ما تخش على البرنامج ان انت لازم تعمل ايميل وباسورد او تعمل لوج ان. يعني عموما هتعمل لوج ان، وانا هعمل لوج ان وهرجع له. وبعد كده بيقول لك انتر ذا تشايلد انفورميشن، هتضيف اسم وسن ابنك او اخوك الصغير، وبعد كده هتضغط على نيكست. هتضغط برضو على جوت ات ويس، يعني ان انت عارف كل حاجه. المهم برضو هنا هيقول لك ديسبلاي اوفر اذر ابس، هتديله برضو الصلاحيات بكل بساطه. هتدور على الابلكيشن وهتنزل لتحت كده شويه لغايه ما تلاقيه يعني عموما، وهتديله الصلاحيه وهتديله الاو، كل حاجه هتكون زي الفل زي ما بقول لك كده. برضه هتقول له يعني ان انت كله زي الفل. هتضغط على تيرن اوف. وكمان عايز اقول لك ان انت لو مش فاهم الشرح بتاعي عشان ممكن يكون بسرعه شويه، هتتبع كل الخطوات اللي موجوده في الموقع، هتقدر تحمل البرنامج بكل بساطه. المهم ان انت برضه لو وصلت للحته دي من الفيديو لسه مش عامل لايك وسبسكرايب، فانا بجد زعلان جدا جدا منك. انزل دلوقتي حالا اعمل لايك وسبسكرايب. انا بقول لك ازاي تحمي ابنك او اخوك الصغير من الحوارات اللي ممكن تحصل له في الزمن ده، زي ما انا مظبطك كده وبقول لك ازاي تحمي ابنك. اعمل لايك وسبسكرايب دلوقتي حالا، وكمان ممكن تعمل لي فولو على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن. ويلا بينا بقى نكمل ازاي تحمل التطبيق ده. طبعا هتضغط على داونلود اذر ابس او الكلام ده، وهتضغط على الاو برضه، وهتضغط على اوكي. طبعا هيظهر لك كميه حاجات ودينجرز وبتاع وحوارات كتيره قوي. فكك من الكلام ده كله واتبع الخطوات زي ما بقول لك، وادي البرنامج كل البرميشنز اللي هو عايزها. وبرضه هتروح على اليوسج اكسس وهتدي له برضه الصلاحيات بتاعتها، هتعمل له الاو، تمام. ودينجر برضه نفس الرساله اللي بتظهر لنا كل شويه، هنعمل اوكي برضه عادي زي الفل. بنتبع كل حاجه واحده واحده. ديفايس اب ابلكيشن برضه هتدي له كل الصلاحيات اللي هو عايزها. هتتبع فعليا نفس الخطوات بالظبط اللي الموقع بيقول لك عليها. هتلاقي ان انت
زي الفل، وبتقدر تحمل البرنامج بكل بساطه. واخيرا بقى بعد ما تتبع كل الخطوات اللي البرنامج والموقع بيقول لك عليها، هتلاقي ان انت بتقدر تضغط على ستارت ناو، وبعد كده برضه هتضغط على الاو اول، وبعدين هتضغط على يس. تمام. هتنزل كده لتحت شويه في حته الاب انفو، وهتعمل له اوتو ستارت، فعل يعني الاوتو ستارت، بعدين الاو اول، وبعدين برضه هتضغط على يس. بعدين هتروح على اللوكيشن، تدي له البرميشنز بتاعه اللوكيشن، تدي له البرميشنز برضه بتاعه النوتيفيكيشنز، هتدي له كل البرميشنز فعليا علشان تقدر تمونيتور الجهاز بتاع ابنك او اخوك الصغير. كل ما تظهر لك كلمه بروسيد تو سيتنجز هتضغط عليها، هيوديك على الحته اللي هو عايز منها بيرميشن، هتدي له البرميشن، هيكمل معاك زي الفل. وبعد كده هتضغط على اوريدي سيت، وبعدين ستارت مونيتورنج. وبس كده. اول ما تروح على الموقع بتاع البرنامج هتسجل فيه بنفس الايميل والباسورد اللي انت سجلت بيهم على الموبايل بتاع ابنك، هتلاقي بقى حرفيا نسخه كامله من الجهاز بتاع ابنك واللي بيحصل عليه عندك هنا على الموقع ده. تقدر تعمل كل ده حرفيا من الموبايل بتاعك انت، من المتصفح عندك على جوجل كروم، او حتى كمان من على البي سي او اللابتوب بتاعك. عندك بقى على الشمال كل الكول لوجز، عندك الفوتوز، عندك البراوزر هيستوري، كل حاجه حرفيا زي ما قلت لك في اول الفيديو. هتلاقي عندك نسخه كامله كده منها من على الموبايل بتاع ابنك على الموبايل او البي سي او اللابتوب بتاعك. اخيرا بقى سعر البرنامج ده كام؟ عايز اقول لك ان سعر البرنامج هو السعر اللي ظهر قدامك دلوقتي، هو سعر فعلا رخيص جدا. لو انت عايز نصيحتي فاشترك في النسخه السنويه، هتكون ارخص نسخه اصلا ما بين كل النسخ بتاعه البرنامج ده. وبجد البرنامج ده وسط المنافسين كلهم هو اعلى برنامج بيقدم لك قيمه مقابل السعر اللي انت بتدفعه فيه. وبس كده يا جدعان، كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس. سلام.